حماس كبير في الأهلي بعودة أحمد عبد القادر وشرط لظهوره خلال لقاء إنبي. عاد أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق مجددا في ظل التغييرات اللي شهدتها القلعة الحمراء بعد رحيل الأسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس منصب المدير الفني بشكل مؤقت، وسط ترحيب من الجهاز الفني الجديد بدمجه تدريجيا في التحضيرات المباريات المقبلة. كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر وجود حماس كبير داخل الجهاز الفني الجديد تجاه اللاعب، مؤكدا أن هناك ترحيبا واضحا من عماد النحاس المدير الفني المؤقت ووليد صلاح الدين مدير الكورة بعودة عبد القادر المشاركة مع الفريق بعد فترة طويلة من التجميد. ومن المنتظر أن يسجل أحمد عبد القادر ظهوره الأول في تشكيلة الفريق هذا الموسم خلال المباراة الودية التي يخوضها الأهلي اليوم أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الدولي. وتأتي مشاركة عبد القادر في ودية اليوم بهدف تقييم حالته الفنية والبدنية من قبل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن ضمه إلى قائمة المباراة الرسمية المقبلة. وأوشك عقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي على الانتهاء، إذ يحق للاعب التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل في حالة أنه لم يجدد عقده مع القلعة الحمراء. ودخل عبد القادر في خلافات مع الإدارة بسبب أمور تخص تجديد العقد، ما تسبب في إبعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية، لكن مع تغيير الجهاز الفني بدأ اللاعب في العودة مرة أخرى المشاركة في تدريبات الفريق. تقرير يصدم محمود الخطيب بشأن المدرب الأجنبي الجديد. صدمة شديدة تلقاها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من إدارة السكاوتينج برئاسة أسامة هلال بشأن التفاوض مع عدد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب لخلافة الأسباني ريبيرو. وكشف مصدر مسؤول داخل الأهلي أن إدارة السكاوتينج اختارت الخطيب أن بعض المدربين الألمان والبرتغاليين الذين تم الاستقرار عليهم لقيادة الفريق اعتذروا عن العرض. وأشار المصدر إلى أن المدربين الأجانب الذين تواصلت معهم إدارة السكاوتينج رفضوا ترك أوروبا والعمل في أفريقيا، وهي الأزمة التي تعاني منها إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، لا سيما أن المشكلة ليست مادية بل رغبة المدربين البقاء في بلادهم. وأضاف أن الخطيب طلب من إدارة السكاوتينج البحث عن بعض المدارس الأوروبية التي ترغب في التواجد داخل أفريقيا بشرط أن يكون حقق بطولات مع الأندية التي قادها. وتابع المصدر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي أبدى موافقته مبدئيا، لكن اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 8 مليون دولار. كما طلب المدرب البرتغالي اصطحاب 6 مساعدين ضمن جهازه الفني بخلاف تلقيه عرضا من نادي فنربخشة التركي خلال اليومين الماضيين. وأوضح أن الأيام الماضية أيضا شهدت اتصالا عبر زوم مع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات وكوريا الجنوبية، ولكن الأخير يفضل تدريب المنتخبات وما زالت المفاوضات قائمة. وهناك مفاوضات قائمة أيضا مع مارك روزا وروجر شميت، فيما أغلق النادي باب التفاوض مع 2 من المدربين الكبار حيث حال المقابل المادي دون إتمام المفاوضات، حيث طلب الحصول على 6 ملايين دولار في الموسم. وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت في وقت سابق تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد يتولى المهمة في المستقبل.